وداوني بعد العالم تاعهم. ايه رحت معنا. ايه شفت كيفاش يديروا كيفاش ياكلوا. داروا لي قاع تماك حفله. والضربه اللي داوني العالم تاعهم راهي قدام لهي بعد القدره من جهه الاخرى. ضرب واحد عند داك الحاسي المسكون اللي من هي وفي ثاني هذاك حاسي مسكون راه تماك. داوني معاهم. شفت كاع واش هي هاد الطفله. شفت الطفله اللي جاتني ياك عند هذاك نقول لك ربي كي كنا في المنيعه. هذاك نهاراتي كنت خايدني الحال. كانت الناس تظلمني واللي جاي يهضر فيا واللي جا. واحد نهاراتي راني راقد راقدين في السطح ياك. ونشوف روحي كيشغل في منام كيشغل تحلت باب في الحيط. تحلت باب الابيض في الحيط كيشغل. انا هبطت من الناموسيه تاعي راني راقد ورحت هبطت ياك. هبطت دخلت هذاك الباب. هبطت كيما هكا واحد الدروج ونلقى واحد الناس واحد دايرين حفله كيما هكا مشعلين النار كيما قاعدين يدوروا بيها. وعندهم واحد السنيوه كبيره هذوك تاع الذهب تاع بكري يشربوا في الاواني تاع بكري هذوك تاع اللي كان يشرب منهم. استغفر الله يا ربي. المهم هذاك كيسان كيما هكا تاع الذهب يشربوا وقاعدين يتلاتاو وداروا لي حفله كاع. خلاص ونت الصباح انا عند بالي منام وناضت تما تحوس عليا لقيتها صح خفيت البارح في الليل. وهاد الطفله اللي تتبعني في المنيعه الروحانيه هذه عياو فيا وثاني رايح صح عطاتني الحكمه ياك بصح ما نجمش نخدم بها. شنو هي الحكمه؟ الحكمه نتاع حسابات الفلك. دوك نحسب لك انت ياك نحسب لك اش واحد نعرف واش غادي يصرالو. هما ارواح روحانيه. هما ارواح روحانيه من السفليه. كاين ارواح سفليه كاين هذه. وهي الملكه تاعي نجمه بنت الملك الاحمر. اسمع بها. هذه المراه اللي تجيك الجنيه هذه اللي راني ملبس دركي حاليا راهي ملبسني. هي لبستك اسمها نجمه بنت الملك الاحمر. ولكن صوتها صوت رجل. ماشي هي عندي نجمه هذيك درك كيجي له يدخل فيا ياك. تجي الاخرى يوقع نزاع بيناتهم وتخرج. عبد الهادي تحدث عن الملكة نجمة بنت الملك الأحمر، لكن يا ترى ما علاقتها بهذا الشخص؟ حسب هذا العلم القائم بذاته فإن نجمة بنت الملك الأحمر هي تلقب بعنقاء الباطن، وهي من تقود جيش والدها الملك الأحمر. فهمت؟ شكون اللي جا فهمنا نجمة بنت الملك الأحمر والأخرى شكون؟ والأخرى شكون؟ الآخر يا ودي الآخر سحروني سحور. والله أنا العجل اللي عقلتها أنا حاجة المهم إذا وجه لهم رسالة أنا ما دخلني. لكن فجأة بدت حالة عبد الهادي تتغير مجددا. يبدو أنه الجن الآخر الذي جاء عن طريق السحر. يا عبد الهادي يدك يا عبد الهادي انت مش هو اللي كان يحكي معاك. مش هو ماشي هو. سير حسب الرجل العارف جيدا لحالة الشاب بعدما شاهد هذه الصور قال بأن السحر هو الذي يجعل عبد الهادي يتألم. الحالة راه عندها 9 شهور. 9 شهور ملي بدا ياكل هذا الكعبوش هذا الرفيس هذا. الرفيس اللي عطاتو لنا جارتنا 9 شهور نيشان. بدا يطيح والو هربوا رحلوا ياك داوس معاهم ودخلنا كاع ودخلت الجدرميه وكلش. جابت الكعبوش عطات له كعبوش هكذا وما كنتش انا هنايا. كي جيت قالوا له روح راك لا كعبوش تاع الجيران وراه طاح وقعدت فتيته في فمو مازال. ومن بعد ولا يقول خدموني باعظام القبور ولا مانيش عارف خدموا وراهم مكلوني باه نقتلك. بعد لحظات تقربت إليه ولم أكن أعلم بأن الذي سأتحدث معه ليس عبد الهادي وإنما هي نجمة بنت الملك الأحمر. فلقد طردت لكن ليس قريب
فكلما جاء هذا الجن حضرت لقد اضطررت إلى هذا، فإنه لا يبقى كثيرا. أولا يا إما أن يستخدمني ويرسلني، يا إما سوف أقتله وأخرج، لأن هذه المرة التالية كان أمرا مرعبا حينها أدركت أنني كنت وجها لوجه مع نجمة بنت الملك الأحمر. والو، هذه نجمة بنت الملك الأحمر خرجت جديدة هذه. كدينا الولاد عمر بن موسى نزوروه في الشيخ، كدينا باه نزوروه ولا منت مزاهي ولا يصلي وكلش. ومن بعد وعدنا نسمعوا 3 لغوات، نسمعوا راجل، نسمعوا مرأة، نسمعوا راجل خشين. هذه قبل ما تصير الأحداث الغربية ولا موراها؟ هذه قدام لا تصير، قدام لا تصير كاع. راني قلت لك في عيد الزربية تاع مارس ياك بدات المشاكل هما في مارس اللي فات، هما تقريبا في عام هما الدواس ياك راه نايض هنا، هو قدامها وين راكي باش تصير. ومن بعد عاد بدات تطور الحوايج هادو، يطيح يقول لي ردي بالك تاكلي الماكله، يطيح يقول لي راه جاي فلان هوش فيه، يطيح يقول لي راه واحد راه جايب مرا راه جايباتك دوك الخبزه ردي بالك قال لي تاكليها. غير يطيح كيما طاح قبيله يقول لك طط واش كاين، ومن بعد يصرى وتجي المراه وتجيب الخبزه وتقول لي هاكي كولي سخونه راني طيبتها لك سبيسيال ما تخليش ولادك ياكلوا. قصة هذا الشاب مع الجن أخبرنا بها العارف بأمور الجن وله معلومات كثيرة على هذا الفتى، حيث قال لي عبد الهادي جلب بعض الكتب التي تهتم بهذا المجال، وحاول أن يستخدم بعض الجداول التي تعتبر شفرات ورموز للاتصال بالعالم الآخر من كتاب الجواهر اللمعة الخاص باستحضار ملوك الجن، ولكن هذا الفتى لم يكن على قدر من المسؤولية لأن يلج إلى هذا العالم الذي يحتم على صاحبه أن يمتلك القدرة على الاتصال بهم وفقا لتقاليد سابقة معروفة عند العاملين في هذا المجال، وهو ما أثر على حالته الفيزيولوجية والذهنية والنفسية. من بعد ولا يحوس على الدماء، كي عاد يحوس على الدماء هذه اللي ما قدرتش بعد عليها بعد. خلي كمان حالة من الهيجان دخل فيها عبد الهادي يعض أي شيء، الخشب، الحديد، لكن مطلبه هو مزيد من الدماء. اسمع عدادي يا إلهي حاجة ما توقعهاش ما تصورهاش الراس، وعنده واحد القوة تاع قوة يعني ما تصدقهاش، واحد القوة ما تصدقهاش، بصح ما كانش يجبد الدم، ما كانش، كان يهجم أي عبد قدامه يهجم عليه، يكسر بفمه كلش بفمه، يعض الطابلة يعض أريد أن أشرب حق خلا، الخل نصبوا له الخل في الطبسي، كي يكمل الطبسي كي يكمل يبدا يلحس كي الكلب حاشاك، يلحس كي يكمل يبدا ياكل في هذاك الطبسي حتى يشرشموه. هذا فقد شفتكم راكم جايين، هذا شفت حاجة اللي عقلتها جتني، وقفت هنا شوية ولا قلبي يخبط وطحت ما قدرتش على روحي واش كنت ندير. إذا كل هذه القصة التي تابعتموها أنه هذه في بداية الأمر صحيح أن التقينا به في مدخل الباب، رحب بنا وثم دخل، قال بأنه شعر بصداع في الرأس ثم سقط. إلى غاية كل هذه الصور التي تابعتموها هذه هي النهاية. في هذه اللحظة فقط الهادي شعر وقال لي أعاد الترحيب بنا، لأن كل ما قمنا بتصويره لم يكن يشعر فيها الهادي لا بشيء، لا بصلاة ولا بدجاج ولا بأكل الباب خشب ولا بأي شيء. الهادي كما تابعتم وجه رسائل، لا نعرف الآن حقيقة هذا ما الذي يحدث بالضبط. قول هذه وش تقول؟ لا اللي تسولني نقول، انت سول وانا نجاوبك. وش الحال وش راك تمني؟
كما نعرف ندخل في جميع كاميرات المراقبة، جميع الدول، جميع كاميرات المراقبة، لا في المحكمة لا في المنزل، لا نجم لها ونجم اختارها اختراقي. نخترق كاع لي ميكرو، يا ربي الميكرو راهو طافي مسك راهو متصل بالانترنت وداخله فيه كاميرا، نعرف نجبدو ونعرف نشوف كاع واش راه يصرا في الدار، ونعرف نخترق ليمايلات، نعرف نريباري لي ميكرو، لا كارت ميموار محروقه نخرج لك واش فيها، ولا عجب لا معجب نوري لهم في الانترنت. لا غالب انا سنه الخامسه ابتدائي، شكون غرت بيا جداتي قالت لي تروح ليه تقرا وتخدم في تيارت، وبعثتني قالت لي تروح تقرا المراسله، وكي وصلت تماك ياك وكي وصلت تماك خرجت الحانوت نتاع العقاقر، وكي السمانه بعد الخدمه قلت له السيد قلت له هذاك قلت له السيد قلت له نقرا بالمراسله،